علمنا كده؟ وانا يعني عشان شعبي لازم اكون بطجن ومجعبد وشي بقول لك انا تعبان بعد اذن الدنيا؟ مش لازم، بني ادم طبيعي قدامك اهو. وهو مسلسل الغاوي بطولة النجم الكبير أحمد مكي. مسلسل الغاوي من بطولة كل من مع حفظ الألقاب للجميع: أحمد مكي، عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل وأحمد بدير وكرم جابر، ولاء الشريف وأحمد علي، أبي يوسف وتامر شلتوت. طبعا مسلسل الغاوي يتكون من 2 مؤلفين وهما محمود زهران وطارق الكاشف، ومن إخراج محمد جمال العدل مندو العدل. طبعا المسلسل يتكون من 15 حلقة وهيتعرض على قنوات. طبعا الشخصية اللي معانا دي اللي قايم بدورها الفنان أحمد مكي اسمها شمس ناصر العدوي، وإن هو غاوي بتربية الحمام ومتميز جدا في تدريبه، وإن هو ساب التعليم وما كملش تعليمه عشان يتعلم صنعة. وبعد كده بتبدأ حياة ومرحلة جديدة في حياة شمس، بإن هو بيتورط في دائرة صراع مش بتنتهي. وبنشوف إن شمس بعد ما بيقرر إن هو يتوب عن الإجرام إن هو بيتحول لبطل شعبي في منطقته الشعبية وفي نظر أهله. لكن لما يتعرض المسلسل هنخش اكتر ونتعرف اكتر على شخصية شمس اللي قايم بدورها الفنان احمد مكي. ودي تعتبر المرة الاولى اللي هنشوف فيها الفنان احمد مكي في النوعية دي من الاعمال، نوعية الاعمال اللي بتدور في اطار الدراما الشعبية والاكشن. انا متحمس للتجربة الجديدة دي ولا اتمنى فيها النجاح، واتمنى ان احمد مكي فعلا يكون مقدم لنا حاجة جديدة ومختلفة. وتاني حاجة محمساني في العمل هي المخرج محمد جمال العدل مندو العدل، وان ده يعتبر التعاون الاول اللي يجمع مندو العدل واحمد مكي. فده شيء يحمسني وان انا عايز اشوف التعاون ده هيعمل ايه. انا متحمس للتجربه دي وللعمل ده بشكل كامل ومنتظره بشده، واكيد من اوائل الاعمال اللي مجرد ما يتعرض ليها اولى الحلقات في رمضان هتفرج عليها.